الكاف ترضخ لشكوى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. رضخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لشكوى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بطلبه تغيير طاقم تحكيم مواجهة الجزائر وغينيا، وتجرى المواجهة يوم 6 جوان المقبل على أرضية ملعب نيلسون مانديلا لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تغيير طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة التصفيوية المرتقبة. وفي مراسلة بعثت بها إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلنت الفيفا عن تغيير حكمين، الحكم الرئيسي والحكم الرابع من طاقم التحكيم المتعين لإدارة مباراة الجزائر وغينيا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 المقرر يوم 6 جوان المقبل في ملعب نيلسون مانديلا في براقي بالعاصمة. وكان الاتحاد الجزائري تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص الأداء التحكيمي خلال مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أفريقيا لأمم كوت ديفوار 2023. وأعرب الاتحاد الجزائري عن استغرابه لقيام لجنة التحكيم التابعة للكاف بتعيين حكم تقنية الفيديو المساعد الفار بالمباراة المذكورة للغيبوني بيار غسلان إتشو، وهو الحكم الذي عين المهمة ذاتها خلال المباراة الأولى التي تعادلت فيها الجزائر مع أنغولا بهدف لا هدف. وأكد الاتحاد الجزائري الفاف في بيان له وقتها أن هذا الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول عدم ملائمة مثل هذا التعيين. شاركوني رأيكم في الكومنتات والسلام عليكم.